السلام عليكم، يسعد اوقاتكم، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اول شي بتمنى منكم الاشتراك بالقناة، تفعيل خيار الجرس واللايكات حتى نحن نعاود النشاط على القناة. الشرطة العراقي يوضح حقيقة ضم اللاعب السوري عمر السومة. رد على بحر العلوم العضو في الهيئة الإدارية بنادي الشرطة العراقي يوم الأربعاء على أنباء التعاقد مع اللاعب السوري عمر السومة المهاجم السابق لنادي العروبة السعودي. وجميعا بنعلم أن عمر السومة من أبرز وأهم اللاعبين والنجوم في المنطقة العربية ودوريات آسيا. وقال علاء في تصريحات تلفزيونية أن المدرب المصري مؤمن سليمان طلب التعاقد مع الثنائي الأجنبي في مركز قلب الدفاع ورأس الحربة. ويسعى الشرطة لتعويض رحيل آكام هاشم إلى الزوراء ومهند علي إلى دبا فجيرة الإماراتي. وأوضح أن السومة ليس ضمن حسابات نادي الشرطة في الموسم القادم، مؤكدا أن النادي تم اتفاقه لضم اللاعب السنغالي ميندي والبرازيلي لوكاس، سيفاوض أجانب آخرين في مركزي رأس الحربة وقلب الدفاع. وكان السومة قد لعب معارضة في كأس العالم للأندية مع نادي الوداد المغربي هذا الصيف. طبعا هذا الخبر نقلا عن موقع كرة الرسمي والرياضي العربي المعروف بتغطيته لأخبار الرياضات العربية والعالمية. وأكيد اسم عمر السومة كتير تم تداوله انه هو حينتقل للدوري العراقي او احد الاندية بالدوري السعودي، وغالبا والنسبة الكبرى انه هو حيستمر مع الدوري السعودي مع احد اندية المستوى المتوسط بالدوري السعودي، حتى هو يضل عم يواصل متصدر لهدافين التاريخيين لدوري روشن السعودي للمحترفين، ويبتعد اكثر ويزيد الفارق اكثر عن اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله. واكيد نادي الشرطة العراقي نادي كبير ومعروف، اسم كبير بمنطقة الدوريات العربية، اكيد اسم نادي كبير بالدوري العراقي، عم يتوج ببطولة الدوري لعدة مواسم بالفترات الأخيرة. فبنتمنى التوفيق لهذا النادي ان شاء الله بقادم الايام، بقادم البطولات المحلية، او كان في حال عندنا مشاركات آسيوية. بتمنى اقرأ تعليقاتكم ضمن الوصف ضمن التعليقات اسفل هذا الفيديو.